أنا السبب. أنا اللي بشتري حاجات ملهاش لازمة. أنا اللي بقول لابني حاضر على كل كبيرة وصغيرة عشان أريح دماغي. أنا جزء كبير من الأزمة وجزء كبير من المشكلة، وأنا شاطرة وهواجه نفسي، وأنا شجاعة بما فيه الكفاية إن أقول أنا اللي غلطانة، وهعيد سيستم حياتي من أول وجديد، وهقول لا للهدر، نعم لترشيد الاستهلاك، نعم للورقة والقلم وحساب كل صغيرة وكبيرة في حياتنا. يلا نشقلب حياتنا 180 درجة للصح. فكل بناشدها ان هي تعمل وقفة مع نفسها وتشوف القصور اللي عندها ايه عشان نعرف نعالج. تحطي نفسك قدام نفسها كده وقولي لا، انا غلطانة في كذا وده مش عيب، انا غلطانة في كذا، انا اللي بصرف كذا، انا اللي بضيع كذا، انا اللي بدي لولادي يعني كل اللي بيطلبوه في الهايفة وفي الصح وفي الغلط، وعشان اريح دماغي انا سبب المشكلة او انا عامل كبير في المشكلة. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا نرمين ودي قناتي اسأل مجرب. هنا مش بننقل كلام، هنا بنحكي تجارب حقيقية من غير لف ولا دوران علشان توصلي للصح من أول مرة. يلا بينا. لو انت حاسة ان الفلوس طارت بعد العيد، لو انت حاسة ان انت واقعة في حفرة كبيرة قوي 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 والدنيا زنقة معاكي جدا ومش عارفة تعملي ايه، انت مش لوحدك. لكن انا كنت زيك كده وخرجت من الأزمة دي بشوية حلول بسيطة جدا 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 وغيرت مواضيع 180 درجة. طب ازاي؟ هنحكي مع بعض. خارجين من رمضان دخلنا على العيد، وبعدين دخلنا بعد كده على الدراسة، ميدترم وامتحانات، وبعدين على مصاريف بيت، على مواصلات، على حاجات كتيرة جدا 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 من اللي اتكلمنا فيها في الفيديو اللي قبل ده. طيب أنا دلوقتي أعمل إيه؟ قدامي حل من كذا حل. أول حاجة إن أنا أستلف، ودي أنا مستبعداه تماما. وتاني حل إن أنا أعمل وقفة مع نفسي وأدير أموري وأعمل جرد شامل كامل للبيت كله، تلاجة، للفريزر، للمطبخ، كل حاجة، الخزنة بتاعة المطبخ، كل حاجة. فعملت كده بالفعل، وفتحت التلاجة، فتحت الفريزر، طلعت كل حاجة، وبعدين طلعت كل المخزون الاستراتيجي اللي عندي في الخزنة بتاعة الخزين بتاعة المطبخ. لقيت بقى عندي مثلا كيس مكرونة، نص كيس شعرية، لقيت عندي في الفريزر سبانخ، لقيت عندي لوبيا مسلوقة، لقيت عندي صلصة، وأوريدي أنا عندي رز، لقيت عندي حاجات ممكن تزق معايا الأسبوع اللي كله لخبطة ده أو ال10 أيام لغاية ما نقدر نتصرف أو نقبض مصروفي الشهري أو كده. فطبعا عملت بقى استخدمت الحاجات اللي موجودة في البيت، وعملت كده بيني وبين نفسي ان انا لما اخرج او اطلع فلوس من القليلة اللي معايا تبقى يدوب على قد المصاريف الأساسية اللي مطلوبة. زي مثلا حد هياخد مواصلات، حد رايح المدرسة هجيب حاجة مثلا ياخدوها معاهم في المدرسة، طلبات اللي هي التقييمات وتصوير الورق والكلام ده، مواصلاتي أنا الشخصية، كل الأمور دي مش هطلع فلوس إلا ليها. مش هشتري حاجة ملهاش لازمة، مش وأنا راجعة هجيب وهجيب وهجيب، لا، إحنا في فترة حرجة، فبرجع بالأساسي وبجيب الأساسي وكل قرش يبقى في محله، وعلى أمل إن شاء الله حتى بعد الأزمة يكون ده أسلوب حياة، ويكون أنا عاملة حساب لأيام زي كده، لأن هي الغلطة فعلا بادئة من عندي أنا. إحنا لما بيكون معانا ما بنبصش لأيام يكون فيها زنقة، فدي تجربة قاسية جدا وحابة انقلها. لا يا جماعة، انت وانت معاكي اعملي حساب أيام زنقة معاكي وبتصرفي وبتجيبي، تخيلي ان ايه ان مش معاكي، وقللي شوية في المصاريف للحاجات اللي هي ما بتقعدش عليا بفايدة كبيرة واقدر ان انا استغنى عنها. فاهميني؟ فالحمد لله الدنيا مشت، والحمد لله الدنيا اتزقت، بس فضينا طبعا كل حاجة عندنا في البيت. ان شاء الله ناخد بقى المصروف بتاع البيت، نبدأ نعمل ريفرش تاني ونجيب بقى الأساسيات بتاعتنا.
التجربة دي علمتني كذا حاجة. أول حاجة إن فعلا البيت لازم يكون فيه دايما أساسيات، دايما أساسيات. إزاي؟ إن أنا مثلا أول ما يبقى معايا فلوس أشتري أساسيات، أشتري رز، أشتري بطاطس، أشتري أي نوع خضار يبقى جاهز عندي على الطبخ، يبقى عندي صلصة، يبقى عندي فرخة، يبقى عندي حاجات كده إيه أساسية في البيت، وما جيش جنبها. المفاجأة إن أنا مش هاجي جنبها، بس دي هتفضل مخزون استراتيجي كده عندنا في البيت. بعد كده بجيب بقى طلبات البيت بتاعتي العادية، بس بيبقى فيها ترشيد شوية، لأن إحنا لسه الشهر اللي جاي ده كله هنبقى في زنقة. وخدوا بالكم إحنا في الصيف الولاد مش بيسيبونا، الولاد عايزين يروحوا نوادي وعايزين يصرفوا وعايزين يخرجوا مع أصحابهم، وإن شاء الله دروس تبدأ في الصيف وهكذا. فأنت دايما بقى إيه، ما عادش ينفع الحياة العشوائية اللي كنا عايشينها دي. لا، إحنا دلوقتي لازم الحياة بتاعتنا تكون حياة منظمة ماشية بالورقة والقلم. يبقى جاي وقت الورقة والقلم، أكتب كل كبيرة وصغيرة، وأنظم أولوياتي، وأنظم فلوسي، وأدبر أحوالي لأقصى درجة. خدوا بالكم إن شاء الله شوية وداخل علينا العيد الكبير، كل سنة وانتم طيبين. فبرضو ما جيش أتفاجئ إن أنا مزنوقة في العيد الكبير وعندي أزمات مالية. برضو أعمل حسابي يا جماعة، وأحاول أوفر من بنود أنا ما كنتش عندي يعني إيه الحسبان إن أنا أوفر منها، زي المية اللي مفتوحة على الفاضي، زي الكهرباء والأنوار اللي مفتوحة على الفاضي، زي الأجهزة اللي بسيبها شغالة برضو على الفاضي، زي سخان، زي مثلا كاتل يفضل يغلي وأنا مش حاطة في الحسبان. الحاجات دي كلها يا جماعة احنا لازم نرشد الاستهلاك فيها، لأن احنا عندنا فعلا يعني ايه أزمات، والأزمات دي يا بخت اللي عامل حسابه ليها، مش بيتفاجئ. وبعدين انت ممكن تبقى عامله حسابك تستلفي مثلا من اختك، تلاقي اختك برضو عندها مشكله. طب انت عامله حسابك من صاحبتك، برضو صاحبتك في نفس البوتقه. فانت من دلوقتي اهو، واحنا في السيف سايد اهو، نبدا نعمل ايه؟ نبدا نلم امور الحياه. الولاد اناقشهم في المصاريف بتاعتهم، مش هاتي اتفضل هاتي خد، لا، وافهمهم ان هم يعملوا حساب للوقت وللزمن، من غير ما نكد عليهم، من غير ما شيلهم الهم. انا عارفه ان ولادنا دلوقتي بيلحوا في طلباتهم، مفيش طفل دلوقتي بيطلب طلب، او ولد او بنت بيطلبوا طلب واسكتوا، لا، بيلحوا في الطلب. ماما احنا عايزين كذا، ماما احنا عايزين كذا، ماما احنا عايزين كذا، ماما احنا عايزين كذا. في الاول انت كنت بتريحي دماغك وبتديهم وخلاص، لا دلوقتي في مناقشه. ده نقدر نستنى عليه شويه؟ نقدر نستنى عليه. خلاص نستنى. دي حاجه ضروريه؟ لا. يعني مثلا طفل طالب لعبه وهو في دراسه وعنده تقييمات وعنده امتحانات، حبيبي خلص الاول. طالب اشتراك في نادي، لما نخلص الاول نبقى نروح اللعبه دي في الاجازه، ما يبقى عندنا وقت. انت دلوقتي دروس ومدرسه وتقييمات ويومك مليان ومشحون، تروح نهدر فلوس ليه في حاجه مش بنروحها؟ ونجمد قلبنا شويه يا جماعه، ونركز في التربيه، لان احنا الاول فعلا كنا بنريح دماغنا، بس دلوقتي ما عادش خلاص. كان في الاول ممكن نشتري، يعني احنا دلوقتي لو انت كنت بتشتري الحاجه بالشهر، معلش اشتريها بالاسبوع، مفيش مشكله، لان انت برضو بيتك لازم يبقى فيه فلوس، وانت اللي كل بيت عارف التزاماته. يعني الالتزامات اللي عند نرمين غير اللي عند فلانه غير اللي عند علانه، فكل بيت عارف التزاماته. فانت بالورقه والقلم بتحسبي التزاماتك، ودي اولويات عشان تسدديها وتوديها. وبعد كده بتشوفي بقى الاكل والشرب، وبعد كده بتشوفي الدراسه، وبتشوفي الامور المهمه في حياتك. انا النهارده في الفيديو ده عايزه اوصلك ان انت تتخلي عن العشوائيه في المصاريف، وفي ترتيب حياتك، وفي ترتيب اولوياتك، وفي نفس الوقت مفيش هدر، وفي نفس الوقت في ترشيد استهلاك لابعد الحدود. ترشيد استهلاك لابعد الحدود، في ان انا اتعب شويه واروح مشوار بعيد كده لغايه السوق عشان اوفر ال5 جنيه وال10 جنيه وال20 جنيه، مفيش مشكله. 20 من هنا على 10 من هنا على مش عارفه ايه من هنا، هتلاقيكي وفرتي
تقدري تجيبي بيهم حاجة، تديهم لفلوس درس لابنك، تجيبي بيهم كتب، تصوري بيهم ورق، صح ولا غلط؟ فكل بناشدها ان هي تعمل وقفة مع نفسها وتشوف القصور اللي عندها ايه عشان نعرف نعالج. عمرك ما تروحي تقولي للدكتور مثلا انا بكح وانت عندك مثلا ايه وجع في القلب، تقولي انا بكح. لا، حطي التشخيص الصح قدامه عشان يقدر يكتب لك العلاج الصح. فانت حطي نفسك قدام نفسها كده وقولي لا انا غلطانه في كذا وده مش عيب، انا غلطانه في كذا، انا اللي بصرف كذا، انا اللي بضيع كذا، انا اللي بدي لاولادي يعني كل اللي بيطلبوه في الهايفه وفي الصح وفي الغلط، وعشان اريح دماغي انا سبب المشكله او انا عامل كبير في المشكله. فعشان كده تحاولي ان انت تحطي السلبيه اللي فيكي وتحاولي تغيريها وتحاولي تتفاديها في الايام اللي جايه ان شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم، واللي عجبه الفيديو يا ريت يا جماعه يحط لايك ويكتب لي تعليق حلو كده واشتراك في القناه. بحبكم جدا ومع السلامه.